انا يلا. ده احنا. طب اقول لك الكلام بقى، الناس اللي تحت مش هتصدقوا. لا هنسجد هنسجدك احنا والله. خلي 7000 نسمه. والله علي صوتك بس، حط الميكروفون على بقك. على الاخر كده احنا قريه 7000 نسمه، كويس كده. اه. احنا قريه 7000 نسمه. ما عندناش عانس، ما عندناش عانس، ما عندناش فقير. ما احنا بقى في ايام سيدنا عمر. احنا عندنا البيت المال مليان خير ومش لاقيين ندو حد. ما شاء الله تبارك الله. احنا قرية عاملين ايه اكتفاء دي؟ ذاتي، عاملين اكتفاء ذاتي من كل شرقية انواع. ولا ايه؟ لا، البحيره، الشرقية؟ مدينه النوبريه. احنا شباب النوبلية. الخريجين. اه شباب اه اه. الخريجين اللي خدنا ارض من مبارك. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله اه، تبارك احنا الله. احنا قعدنا 10 سنين نشرب من جراكن، وقاعدين على ديزل يجي ساعتين اتنين، والله ساعتين اتنين، من 8 المغرب ل 10 ل 9 بالليل، وطفوا النور علينا. ما كانش عندنا فرن عيش، ما كانش عندنا مجاري، ما كانش عندنا تليفونات، ما كانش عندنا عربيات. احنا كنا 700 خريج استحملنا. احنا دلوقتي عندنا كل خيارات العالم. احنا الكويت في مصر. انا في قريه احنا مسمينا الكويت، كويت مصر احنا. بس بس بالصبر والتعب والجهد والكفاح. احنا ما لعناش مبارك رغم ان ايامه كانت وحشه. احنا ما لعناش معلش مبارك انا ولا زعلنا هقطعك منه. بس يا عمر. اتفضل. انا عارفة النوبلية. بالنسبة انت بتقول ما كانش عندنا وما كانش عندنا وما كانش عندنا. ايه اللي اه، عندنا دلوقتي؟ يعني ايه اللي اتطور عندنا؟ عندنا وصل المعلومة دي بالله عليك. لما الفلاح يبقى عنده عربيه تطلع. لما انا يبقى عندي عربيه الصبح، لا تطلع عربيه الصبح في اسكندريه الفجر، تودي الطلبه بتوع الجامعه، وتطلع عربيه الصبح الفجر الساعه 7، اللي يقول لك الفجر ايه الفلاحين دي، الساعه 7 تودي طلبه الجامعه دمنهور. لما يبقى عندي مجاري صرف صحي، آه، تسع 10 بوصه بيستحمل قريه 2 كيلو في 2 كيلو. لما يبقى عندي تليفونات ونت، عندي كهرباء 18 ساعه، عندي كهرباء 21 ساعه في اليوم. انا عندي في بيتي ثلاث ثلاجات. انا حاسس ان انا في رفاهيه، ومش انا لوحدي، كل القريه اللي انا فيها عايشه في رفاهيه. وبتحدي لو حد زعلان من كلامي يضرب لي تليفون او يكلمني يقول انا جاي لك، انا هطلع على الصحراء واجيبه واوري له احنا عايشين ازاي. بس بتعب وشقى. احنا ما نمناش. احنا قعدنا 9 سنين نزرع، والارض والهواء والعفر ياخد الهواء يطير الزراعه. 9 سنين. احلى يعني احنا كلمة قلتها بتاع ابو شقة. لا شقى. بتاع ابو شقة اللي بيشقى، اللي اه بيشقى. لا، شقينا وتعبنا وما احتاجناش. احنا كان عندي عماله مش لاقيين ناكل، كان في عيد صغير كده، فكنا بنعمل بسكوت. احنا كفلاحين بنعمل بسكوت وكحك وكلام من. والله ما لقينا اكل، كلنا البسكوت والكحك ونمنا وحمدنا ربنا على كده. احنا عملنا مكرونه مره وعجنت مننا، قعدنا كلناها من الجوع والتعب. قعدنا كلناها وحمدنا ربنا على كده، ما تبطرناش، وعشان كده ربنا رضانا وكرمنا. فيا ريت الناس ما تبطرش، يا ريت ما الناس شاء ما. الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك لا، الله. اعطينا الله ربنا اكبر. ربنا يزيدك ويوسع عليك خير الحمد وتبقى لله. احسن واحسن ربنا يبارك في واحسن عمرك، ربنا واحسن. يبارك في عمرك. دايما نقول ما شاء الله تبارك الله، ده رزق ربنا بعته لكم عشان انتوا الحمد لله. شقيتوا. بتاع ابو شقة كلمة جميلة جدا جدا جدا، دخلت قلبي بصراحة. لا. وربنا يا رب يديك طب الصحة. هقول لك انا اتفضل. ايام فتره رئاسه الدكتور محمد مرسي، انا قاعد بيني وبين العرب ترعه صغيره كده، مصرف صرف. العرب والله كانوا بينامونا من المغرب، يمشوا بالالف والله في القريه ينيمونا من المغرب. العصر يدنا الله اكبر نلم عيالنا ونخش البيوت ونقفل علينا. وما تقولي الجبان ومش جبان، لان انا كنت ممكن نقدر نعمل كل حاجه، بس انا خايف على عيالي وخايف على مراتي وخايف على بناتي وخايف على جيراني. لما ربنا كرمنا ويوم ال 30/6، والله ما سمع العصر، والله ما سمعنا طلقه واحده، طلقه نار واحده ما سمعناها. كانوا بيمشوا في الشوارع بالآلة، عيال عندها 12 سنه كده شايلين الآلة على كتافهم وماشيين في الشارع ينعوجوا علينا ويتنططوا علينا. والله العظيم من يوم اللي هم بيقولوا عليه الانقلاب ده، انا موافق انقلاب. من يوم الانقلاب ده والله ما شفنا واحد بلطجي، ما شفنا واحد قال ادبه، ما شفنا واحد فتح حنكه معانا. دولة لازم تكون قوية الدولة، لأن بس اسمح لي الدولة. يا استاذ العمده، ها؟ بس اسمح لي، اللي حصل هو ثوره شعبيه على جماعه الاسلام أنا بقول هم الارهابيه. لو